صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. في كائن لازم يبقى موجود في أي شغل وهو كائن العصفورة. مفيش شركة ما فيهاش على الأقل عصفورتين تلاتة. العصافير دول يتميزوا بإن هم من أهم الأدوات اللي أي مدير نص كم بيعتمد عليهم. العصافير 3 أنواع في الشغل، هقول لكم عليهم عشان تاخدوا بالكم منهم. وآخر نوع ده هو أخطر نوع فيهم. أول عصفورة هي العصفورة الأمينة، وده عصفورة وبينقل الكلام للمدير بس على الله حكايته، لا عنده مخ ولا فاهم أي حاجة وهلاهطة، فبياخد الكلام اللي يسمعه يروح ينقله للمدير. ما عندوش مخ، ما بيبقاش عارف ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، ايه اللي هينفعه وايه اللي مش هينفعه. ده أمين بينقل كل حاجة من غير ما يفهم أي حاجة، عامل كمثل الحمار يحمل أسفار. تاني عصفورة وهي العصفورة الصيادة، ده بقى عنده فلتر، ياخد الكلام ويسمعه كويس وينقي الحاجات اللي يعرف ينقلها للمدير يأذي بيها زمايله ويستفيد بيها. ده نوع خطير، بس مش خطير زي آخر نوع وهو العصفورة المبدعة، العصفورة الكرييتيف. ده أخطر نوع فيهم وأكتر نوع تخلي بالك منه، لأن النوع ده هنا مش عنده مخ، عنده بروسيسور أذى، بيسمع الكلام كله وياخد الكلام كله ويفلتره وينقله للمدير بصورة أكثر إبداعا تحسسه إن هو قلبه على المدير، وينور للمدير في دماغه أماكن وقلق هو كان لا يمكن يتخيلها لوحده من الكلام للعصفورة المبدعة ده نقلته، ويفتح له أماكن أذى وطرق عقاب لزمايله. ده عصفورة مبدعة ودراع يميل لكل مدير مؤذي وخايب وعبيط. خلي بالك من العصفورة المبدعة دي وخلي بالك من العصافير كلهم، واوعى تكون واحد من العصافير، لأن العصافير دي في الآخر عقابها عند ربنا. قول لي بقى يا ترى، وقولوا لي كلكم، انت قابلت كام نوع من العصافير دول في حياتك؟ ومعاك دلوقتي في الشغل كام نوع منهم؟ صباح السعادة.